ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا بقى نعمل الشاورما في البيت بتتبيله حلوه جدا وبكميه حلوه قوي زي ما انتم شايفين. الساندوتش كده مليان بالحشوه، والفراخ بقى جوسي زي ما قلت لكم. التتبيله حلوه جدا، اجمل بكتير من مطاعم كتير قوي بتقدم الشاورما مع صوص بقى التومية تحفة. والله العظيم لما تجربوه هتعرفوا ان هو احلى بكتير قوي من اللي بنشتريه من المطاعم او اللي بيجي جاهز من بره. عملت كده 7 سندوتشات شاورما مليانين كده بالحشوة زي ما انتم شايفين، مع صوص بقى التومية تحفة تحفة تحفة. اوعدكم بعد الفيديو ده مش هتشتروا الشاورما تاني ابدا من بره. تعالوا نشوف الطريقة. اول حاجة معايا كيلو من صدور الفراخ، 3 صدور فراخ كبيرة، يعني حوالي كيلو من صدور الفراخ. بجيبها بقى وبقطعها ازاي. كل صدر بقسمه نصين بالشكل ده، وكل نص بالورب كده بقطعه بالسكينة بالشكل ده. الشريحة تكون عريضة شوية علشان سندوتش الشاورما يكون محمل كده بالفراخ، يعني طعم الفراخ باين فيه، وكمان تشرب التتبيلة وتكون معانا جوسي وطرية. هقطع بقى الكمية كلها بنفس الطريقة. طبعا في ناس هتقولي ينفع نعملها بالوراك، هو ينفع نعملها بالوراك، بس المتعارف عليه ان الشاورما بتبقى حلوة جدا بالصدور الفراخ. انا بحب اعمل بالوراك اشويها، يعني أنا لو عندي وراك فراخ بشويها، والصدور بحب اعملها شاورما او بقى بانيه او ستريبس او كمان شيش طاووق. ممكن بقى تشتروا الصدور جاهزة، وممكن تجيبوا الفراخ وتخلوا بقى الصدور والوراك زي ما قلت لكم. الوراك تشوها مثلا، والصدور بقى تطلعوا منها الاستريبس والشاورما والحاجات دي، بتبقى حلوة جدا وبتعمل معاكم كمية جميلة. اخلص بقى الكمية كلها بنفس التقطيعة بالشكل ده، وبعد كده بقى هجهز التتبيلة السريعة جدا والاقتصادية قوي، مش مكلفة خالص وبسيطة قوي. هجيب بقى دي التتبيلة: نص كوباية من اللبن الرايب، ممكن نستبدله بالزبادي، وعصير نص ليمونة، وعليهم هضيف معلقة كبيرة من الكاتشب او كيس كبير من الكاتشب بما يعادل معلقة كبيرة. للتوابل بقى نص معلقة صغيرة من الكاري، بهارات الفراخ والبابريكا وبصل البودرة والثوم البودرة، معلقة صغيرة مليانة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. البهارات دي بتدي طعم حلو قوي للشاورما. بعد كده هضيف بقى التوابل على اللبن الرايب والليمون والخل. ما ننساش انا ضفت معلقه كبيره من الخل، هي بس ما جاتش في التصوير. انا زودت بصراحه بعد كده نص معلقه من البابريكا علشان تدي لون حلو للتتبيله، ونص معلقه صغيره من السماق لو متاح عندكم. السماق بيدي طعم حلو للشاورما وللمشاوي عموما. هضيف بقى كل كميه الفراخ اللي معايا بالشكل ده، وهقلب بقى كويس جدا الفراخ مع التتبيله. مش مجرد تقليبه كده وسريعا وخلاص، لا لا، لازم ان انا اشبع الفراخ بالتتبيله كويس جدا. يعني افضل اقلب كده مش اقل من 4 دقايق 5 دقايق علشان الفراخ تتبل معايا كويس قوي. هغلف بقى كده الفراخ في الطبق بالشكل ده بستريتش رول او اي كيس متاح عندي، وبعد كده هدخلها التلاجة مش اقل من 4 ساعات علشان تديكي طعم حلو في الاخر. انا تبلتها الساعة 9 الصبح واشتغلت فيها بعد العصر، يعني سبتها كمان اكتر من 4 ساعات. هنبتدي بقى ان احنا نحضرها على طول في طاسة، يستحسن تكون تيفال، وهضيف معلقتين كبار من الزيت، وهسيب الزيت ده يسخن كويس جدا. وبعد كده هنزل بقى بكمية الشاورما مرة واحدة بالشكل ده. ما اقلبهاش خالص، ما يستحسن ما اقلبهاش ابدا لحد ما تتشمع من تحت كده، يعني تبتدي ان هي تتحمر كده. وبعد كده هبتدي ان انا اقلبها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وهسيبها بقى لمدة نص ساعة او تلت ساعة على نار هادية جدا لحد ما تستوي وتشرب كل التتبيلة او كل السوائل اللي هتنزلها. لحد بقى ما الشاورما تستوي بكون مقطعه معايا بصله متوسطه وشويه من الفلفل الالوان شرايح رفيعه كده. والخطوه دي بتدي طعم حلو قوي للشاورما، وكمان بتكتر معايا كميه الشاورما شويه. هنا بقى بعد ما الشاورما استوت انا سبتها بالظبط نص ساعه على نار هاديه جدا لحد ما شربت كل التتبيله وكل السوائل اللي هي نزلتها. انا هنا بقى مش هشيل الشاورما على طول، انا هبتدي اقلب فيها، هفضل اقلب فيها لحد ما الشاورما او قطع الفراخ تتلسع معايا شويه او تتحمر كده. شايفين اللسعه اللي في الحته دي؟ انا عايزه كل الفراخ بالنتيجه دي. الخطوه دي هي اللي بتخلي الفراخ كانكم او الشاورما كانكم عاملينها على السيخ بتاع المطعم ده، او عاملينها كده في الفرن.
بتبقى حلوة جدا. في نفس الطاسة بقى همسح بس مكان الفراخ وهضيف معلقة كبيرة من الزيت، هسيبها تسخن كويس جدا، وبعد كده هنزل بشرايح البصل. لو انتم مش حابين تضيفوا بصل او خضار ممكن تستغنوا عن الخطوة دي، لكن بصراحة بتدي طعم حلو قوي للشاورما. انا مجرد هنا بس هشوح الخضار، مش عايزاه يستوي او يتهري معايا خالص، انا مجرد بس بديله تشويحة بسيطة. اول ما يدبل كده معايا وياخد النتيجة دي، هبتدي بقى انزل بكل كمية الشاورما اللي معايا، وهبتدي بقى اقلب الشاورما مع الخضار بالشكل ده. الخطوة دي صدقوني بتدي طعم حلو قوي للشاورما، غير ان هي زي ما قلت لكم بتزود معانا الكميه شويه. هغطي بقى الفراخ مع الخضار وهسيبهم 5 دقايق على نار هاديه جدا لحد ما الخضار يكمل التسويه بتاعته، برضو مش عايزاه يتهري، لا يا دوب بس يستوي، وكده بتكون الشاورما جاهزه معانا. لصوص التوميه بقى هضيف كوبايتين كبار من المية، عليهم معلقتين كبار مليانين هرميين من النشا، وعلى البارد بقى هقلب المية مع النشا كويس جدا، وبعد كده هشغل النار وهبتدي اقلب تقليب مستمر لحد ما اوصل على قوام تقيل زي قوام المهلبية كده زي ما انتوا شايفين. مش اول بقى ما القوام يتقل اقوم قافله بقى الشعله وقافله النار، لا لازم النشا تستوي. مهم جدا الخطوه دي او الملحوظه دي، لازم النشا تستوي. انتوا زي ما شايفين هنا انا بدوق النشا، علشان لو طعم النشا ظهر في التوميه هتبوظ لك الوصفه خالص. مهم جدا ان انت تتاكدي ان النشا استوت. اول ما توصل للقوام ده برفعها بقى من على النار وبسيبها تبرد تماما. وفي الكبه بقى بضيف كده السلاح بتاع الكبه، وبضيف معلقه كبيره مفرومه من الثوم الناعم، 3 معالق كبار من المايونيز، نص كوبايه من اللبن، نص كوبايه من الزيت. واستحسن كمان ان الزيت نضيفه والكبه شغاله من الغطا بتاع الكبه اللي بيكون مفتوح من فوق. وهضيف معلقه كبيره واحده بس من الخل. هفضل اضرب الكلام ده كله في الكبه لحد ما اوصل على خليط كده فومي شويه، واتاكد ان الثوم اتفرم كويس قوي. هضيف بقى خليط الميه او النشا اللي احنا جهزناه مع بعض، كل الكميه كده دفعه واحده. وهملح بقى بنص معلقه صغيره من الملح، انا بصراحه ضفت نص معلقه كمان، يعني مقدار الملح معلقه صغيره من الملح. وهبتدي اخفق الكلام ده في الكبه مده ما تقلش عن 5 دقايق لحد ما اوصل على قوام تقيل زي ما انتوا شايفين. هنا هتحسوا ان القوام خفيف شويه، لا هو ده القوام المظبوط، لان احنا لما بنحطها في الطبق وبتسقع شويه بتتماسك كده معانا وبيكون قوامها تقيل وحلو زي التوميه بالظبط، قوام التوميه اللي احنا بنشتريها من بره. هدخلها بس التلاجة 5 دقايق لحد ما الشاورما معانا تستوي، وده بيكون شكل التوميه بعد ما دخلتها التلاجة يا دوب بس 5 دقايق. قوامها تقيل ومتماسك وكريمي وحلو جدا. هنا بقى حمرت شويه من البطاطس عشان اضيفها مع سندوتشات الشاورما، ضفت عليها رشه من الملح ورشه بسيطه من البابريكا، وهنا الشاورما، وهنا احلى توميه جهزناها مع بعض. شايفين كل ما هتبرد معاكم كل ما هتتماسك اكتر، فالقوام ده حلو قوي. جبت بقى بصراحه عيش الشاورما جاهز، وحاولوا ان انتوا تشتروا عيش الشاورما من المحلات السوريه. في مطاعم سوري، مطاعم شاورما سوري بتبيعه، بيكون طازه بصراحه وطري اكتر من اللي بيكون في السوبر ماركت، لان اللي في السوبر ماركت احيانا ما بيكونش انتاج اليوم. بس هفرد بقى السندوتش بالشكل ده، وهنضيف بقى معلقتين كده كبار من صوص التوميه اللي احنا جهزناه، وبعد كده هنضيف بقى كميه كده وفيره حلوه من الشاورما اللي احنا حضرناها. طبعا محضرين كميه حلوه، وشويه بقى من البطاطس المحمره، تقدروا كمان تضيفوا شويه من المخلل، ومعلقه كمان كده من التوميه على الشاورما من فوق. وبعد كده هنقفل السندوتش ونبتدي ان احنا نلف رول بالشكل ده. السندوتش كده مليان وحلو زي ما انتوا شايفين. بنخلص بقى الكمية كلها بنفس الطريقة. هعمل معاكم واحد كمان. نفرد عيش الشاورما او عيش الصاج بالشكل ده، معلقتين حلوين كده من التومية برضو نفردهم على العيش كده. وبعد كده بقى بنحط كمية حلوة كده من الشاورما، ومعها بقى شويه من البطاطس، شويه من المخلل. انا بصراحه في البيت ما بيحبوش المخلل في جوه السندوتش، يعني بيحبوه في طبق جانبي. وبعد كده هقفل العيش بالشكل ده وهلف رول، وبعد كده بيكون جاهز معي احلى سندوتش. كمية هنا عملت لي 7 سندوتشات. هنبتدي بقى نحمصهم في طاسه
تيفال. هضيف معلقه كبيره من الزيت وهمسح الزيت الزياده بمنديل مطبخ علشان السندوتشات الشاورما ما تكونش مزيتها من بره، انا بس عايزه احمصها. وعلى نار هاديه بقى هبتدي ان انا احمص كل سندوتش. احط السندوتش بتاع الشاورما على الناحيه اللي احنا قافلين عليها السندوتش، عشان دي ملحوظه برضو مهمه جدا، عشان السندوتش يتقفل كده ويتحمص على كل ناحيه. هسيبه دقيقتين او 3 دقايق بالظبط لحد ما يتحمص كده، وعشان يبقى طعمه كده كرانشي من بره وطعمه حلو كده. بس هقلب بقى السندوتشات بالشكل ده على كل ناحيه لحد ما اخلص الكميه كلها. مش شرط كمان طاسه تيفال او جريل، اي طاسه عندك هتنفع في الخطوه دي. هنا بقى هقدم السندوتشات. انا خلصت الكميه كلها. ورق زبده كده وبقطعه مربعات على قد نص السندوتش كده بالطول، وبلفه بقى رول في ورق الزبده بالشكل ده. يعني من باب كده الذوق عند التقديم، او زي السندوتشات يعني اللي بنجيبها من بره وبنقدمها بقى بالشكل ده. لو ما فيش ورق زبده ممكن تستبدلوه بورق فويل او ورق زبدة، المتاح عندكم زي ما تحبوا. مش حابين الخطوة دي خالص ممكن تقدموه على طول بقى بالشكل ده. عشان في ناس بتقولك يعني هو لازم، هو مش لازم، يعني هو تقدموه كده عادي بالشكل ده او بالشكل اللي انا لفيته معاكم. بالشكل كده ينفع وكده ينفع على حسب بقى ذوق التقديم عندكم. عملت لي 7 سندوتشات شاورما محترمين جدا. ودي بقى بقيت كمية صوص التومية، طبعا عاملين كمية حلوة فاتبقى معانا شوية، هنقدمها بقى جنب السندوتشات بتبقى رهيبة. مش عايزه اقول لكم حلوه ازاي. ودي بقى سندوتشات الشاورما من جوه. الشاورما كده كميتها حلوه مع السندوتش، السندوتش كده مليان والشاورما جوسي مع صوص بقى التوميه مع التتبيله، خطيره خطيره خطيره. وتقدموا كده بألف هنا، ان شاء الله يعجبكم جدا. جربوا الوصفه على طريقتي، متاكده ان شاء الله ان هي هتعجبكم. السندوتشات تحفه والشاورما جوسي ورهيبه مع صوص التوميه التحفه. ان شاء الله لما تجربوه هيبقى احلى بكتير قوي من اللي بتشتروه من بره، صدقوني. جربوا سندوتشات الشاورما على طريقتي ان شاء الله هتعجبكم. ولو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه علشان توصلكم اشعارات بكل الوصفات الجديده اول باول. نتقابل ان شاء الله في وصفات تانية جايه كتير. اسيبكم في امان الله وسلام.